اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى هك في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتساره فله في القريب والساشع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفكاره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان الله عليه. يتشرف بوجوده الثقلان فتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابر فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنوره رمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على الأعلى مقام فتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد قرأته رفعة في سعونه وكمالا فسبحان الذي يبغض من هضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهاب في تعكل معانيه الجنان. انتصر منه في عالم البطون والظهور ما لعى الوجود خلقي نور فتبارك الله فيه من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجته هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. بها في الصدور من الإيمان قواعده واتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغه خلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالم بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في الموزن خدمته لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشريف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضمح إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وادخرت من سر هذا النور ما أدخرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك نور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فعنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شيار أصراف المخلوقين وما أكرمه الله به في موله من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وباقيت رايته في الكون المنشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الغدرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء الأوصاف العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروعان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل سيد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وأشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجره الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ذلكت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الماسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حاملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمحة بعطر الفراح بملاقة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه. فهينا قرب عنود هذا الحبيب عالنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود التسد وألسنة الملائكة بالتبصير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
والقدرة كسبت كنا هذا المستور ليبرد نوره كاملا في عالم الظهور نورا باقى كل نور صالح وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلقت صبح الكمال من النور عن عمود وبارز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق
ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اقتربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غران واستضيئوا بجمال فقع في الحسن تفوان. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعدين مستمر ليس يخفى حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المهبب. صلي يا ربي على النبي الهادي الأمين المشفع بالقيامة للخلائق أجمعين. بكل حمد فلرب كل حمد جل يحصره العاد. إن حمانا بوجودي، إذ حمانا بوجودي المصطفى الهادي محمد. صلي يا ربي على من، صلي يا ربي على من اسمه طه وياسين. الله الله المشفع بالقيامة، المشفع بالقيامة، من عطانا بالبراهين. الله رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي جد وبلغ
رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا ناجي منك الشفاعة يا رب العالمين واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا سلام مستمر كل حين يتجدد استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه كل صلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا دربه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة
تولى ذلك لشرابه عند الله عد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فاستمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قال ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk pembacaan walaqadid kita mintakan kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Ahmad bin Syahab dan pembacaan doa Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab alaihim falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون العورات. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعوه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو العبوث الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أهلاكه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجره ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب إنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وآمر راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر كاتم إمدادك بعبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أصوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنعلم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كثرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رات الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مانا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين
وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحفظ من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحفظ من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحفظ من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك غائبين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, telah sama-sama tadi kita selesaikan mulai dari pembacaan Yasin Tahlil dan pembacaan Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga apa yang kita baca tadi dan apa yang kita dengarkan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mustafa. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Akthirus salah ala Nabi. Al-bakhil man lam yusalli ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمنية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية صاحب القبضة والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأميت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. حضرة الحبائب الشرفاء والحاضرون الأعزاء رحمني ورحمكم الله وبالخصوص سيد الوالد أبويا مربي أرواحنا سيد الوالد الحبيب عمر عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن شهاب متعنا الله بطول حياته الشريفة وبقية الحبائب yang namanya tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta, hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan para habaib-habaib kita, para asatidah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
panjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasa berbahagia Al-Fakir pada kesempatan sore hari ini, namun rasanya tidak pantas berdiri di lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak pantas berdiri di hadapan abnair Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas berdiri di depan ayahanda sendiri. Namun imtithalil amr khairum min sulukil adab, mematuhi perintah itu lebih baik daripada kita beradab. Alhamdulillah, kesempatan kita hari ini untuk bersolawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad yang sore hari ini dalam alhamdulillah dalam keadaan sehat afiat kita berkumpul bersama di Musalla Al-Fakhr. Insyaallah perkumpulan kita ini dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita keluar dari majlis yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang membawa penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang membawa hajat dunia dan akhiratnya dikabulkan serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir hajat dunia dan akhirat kita, kebahagiaan dunia dan akhirat kita, kesenangan dunia dan akhirat kita, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, kemudian mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibba'il kiram, di dalam salah satu kesempatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang riwayat ini banyak sekali daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala an, wa minhum Abu Sa'id Al-Khudri wa ghairuhum min jami'is sahabah. Diriwayatkan dari sahabat baginda Nabi besar Muhammad, beliau bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi Muhammad, lan tadillu abada, yang menjadi jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian tidak akan tersesat selama-lamanya dunia dan akhirat. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitab Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an, wa itrati ahla baiti, kemudian penerus perjuanganku, kata Nabi, dialah para keturunan ahli baitku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan alhamdulillah, 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 saat ini kita berkumpul bersama dengan para cucu-cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan asbab mereka, yang dengan keberadaan mereka, yang dengan kehadiran mereka menambahkan keberkahan dalam majelis kita pada siang, pada sore hari ini, menambahkan lagi kemuliaan demi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak indah perkumpulan kita pada sore hari ini, dari awal yang membaca salawat maulid Simtudral lil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dari awal yang membaca sampai akhirnya seluruhnya darahnya mengalir darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laisa, tidak ada perkumpulan yang perkumpulan tersebut dimuliakan Allah di atas muka bumi ini kecuali perkumpulan tersebut sedang membacakan biografi baginda Nabi besar Muhammad, kemudian yang membacanya juga adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu alhamdulillah, ketika kita berpegang teguh dengan dua perkara yang tadi disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah, saat kita berpegang teguh dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa itrati ahli baiti, dan kita mengikuti jejak para keluhur keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti para aslaf al-ba'alawi. Saya selalu bangga dan alhamdulillah bersyukur, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib hukumnya untuk kita bersyukur. Alhamdulillah, saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang amat sangat mulia yang Allah berikan kepada al-fakir kecuali al-fakir diberikan rasa cinta kepada abuya, kepada ayahanda yang beliau ketika di pondok selalu mengajarkan tarekat al-Ba'alawi, mengajarkan thariqah, yang mengajarkan satu jalan yang tidak ada jalan, yang tidak ada perkara, yang tidak ada cara kecuali cara tersebut untuk bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imamul Junaid radhiyallahu taala anhu Sayyidut Taifah, beliau mengatakan at-turuq kullaha masdudah. Semua thariqah, semua jalan saat ini sudah tertutup, kata Al-Imam Junaid. Ini di masa beliau saat hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-turuq kullaha masdudah. Semua tarikat, semua tarik, semua jalan semuanya tertutup illa kecuali tariqun maniktafa bi athari Rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnati wa lazima ala tariqati, kecuali jalan tersebut adalah jalan peninggalan baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mengikuti jalan para leluhur-leluhur keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mentakwilkan apa yang disampaikan Al-Imam Junaid tersebut, athari Rasul, semua jalan sudah tertutup, semua jalan tidak ada lagi untuk bisa kita sampai kepada Allah kecuali dengan peninggalan Rasul. Siapa peninggalan Rasul saat ini? Tidak lain dan tidak bukan abnair Rasul, para habaib, para zuriatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habadha, alangkah beruntungnya saat kita meninggal namun di hati kita ada rasa cinta, ada rasa mahabbah kita bukan hanya kepada Nabi tapi kepada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan, man mata, siapa yang meninggal mubghidhan li ahli baiti, kemudian di dalam hatinya ada rasa benci kepada anak cucu Rasulullah, ada rasa kebencian kepada anak keturunan Rasulullah, maka bisa dipastikan kematian seorang tersebut matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga perkumpulan kita perkumpulan yang saling sama-sama mencintai. Betapa indah, betapa mulia, betapa bahagia perkumpulan kita pada siang hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mencari ilmu, kemudian ilmu tersebut datang dari anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat jaminan, dapat kemuliaan dari Allah melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad. Lan tadillu, dimanapun kalian berada dunia dan akhirat, selama mencari ilmu dari anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad tidak akan tersesat, kata Nabi Muhammad. Maka itu alhamdulillah perkumpulan kita, para habaib kita, para guru-guru kita semuanya adalah cucu-cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, hadirin yang dimuliakan Allah, betapa sedih hati kita. Ada seorang penceramah, ada seorang mubaligh, ada seorang yang memberikan tausiahnya, wa na'udzubillah, tanpa kita sebutkan namanya, hadirin yang dimuliakan Allah, menceritakan bagaimana Nabi besar Muhammad, menceritakan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, menceritakan istri tercinta baginda Nabi besar Muhammad. Tapi di dalam tausiahnya, ketika beliau berceramah, terbawa hawa nafsunya yang mendengarkan sambil tertawa dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Wa na'udzubillahi min dzalik, perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan-perkataan yang tidak senonoh yang disampaikan oleh beliau menyinggung hati kita, terutama anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Sayyidatuna Khadijatul Kubra ummul mukminin wa ummu abna'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh Nabi bukan karena urusan fisik duniawinya, melainkan kecintaan Sayyidatuna Khadijatul Kubra kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada kecintaan kecuali di dalam hati beliau hanya ada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika umur Sayyidatuna Khadijatul Kubra masuk kepada 65 tahun
tahun, dan umur baginda Nabi besar Muhammad masuk umur kepada 50 tahun. 25 tahun baginda Nabi bersama Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, bukan karena urusan apa, bukan karena urusan fisik, bukan karena urusan kamar dan lain sebagainya, wa na'udzubillah, tetapi karena ada di dalam hatinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad, bukan urusan hawa nafsunya, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha karena kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sebelum Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha beliau wafat, sebelum masuk waktu ajalnya, beliau memanggil baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, duhai istriku, duhai suamiku, saat ini aku sudah tua ya Rasulullah, saat ini parasku tidak cantik lagi ya Rasulullah, saat ini hartaku sudah kuhabiskan ya Rasulullah, tidak ada daya dan upaya bagiku seorang Khadijah ya Rasulullah. Hanya aku berharap ya Rasulullah, ketika nanti jasadku dimasukkan ke liang kuburku ya Rasulullah, aku ingin tidak mendapatkan azab kuburku ya Rasulullah. Dipanggil Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kepada Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, beliau berkata, wahai anakku, putriku tercinta Fatimah Az-Zahra, mungkin ajalku beberapa hari lagi akan datang. Pintakan kepada ayahmu, pintakan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, pintakan kepada suami agar beliau senantiasa selama umur hidupnya untuk mendoakanku agar aku tidak mendapatkan azab di dalam kuburku. Ketika Sayyidah Fatimah menceritakan hal tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad, datanglah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kemudian diletakkan di atas pahanya baginda Nabi besar Muhammad, ya Khadijah, wallahi, demi Allah, lau ijtama'a ummati, kalau umatku berkumpul dari awal aku berdiri menjadi nabi dan rasul sampai nanti di hari kiamat, mereka berkumpul mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan rasa cintanya, mengeluarkan jihadnya, tidak akan sama dengan 1/3 daripada apa yang sudah engkau keluarkan untukku wahai Khadijah. Wallahi, demi Allah, barusan aku mendapatkan kabar gembira wahai Khadijah. Aku tadi mendapatkan kabar gembira, nazala alayya Jibril, turun kepadaku malaikat Jibril. Waqala, dan beliau berkata, Allah yukri'uhas salam, Allah menitipkan salamnya kepada istrimu ya Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Maka sudah bisa dipastikan kecintaan Nabi, kesayangan Nabi, kesenangan Nabi kepada Khadijah bukan dengan unsur duniawinya, tetapi karena cintanya Nabi kepada Khadijatul Kubra, karena cintanya beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya di dalam hati Sayyidatuna Khadijatul Kubra senantiasa melantunkan di dalam sunyinya ketika malam, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridha bahwa Allah adalah Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam adalah agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemungkinan yang terjadi di akhir-akhir zaman ini, kesesatan yang terjadi di akhir-akhir zaman ini tidak lain dan tidak bukan karena mereka jauh daripada hadis Rasulullah, karena mereka jauh daripada apa yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 perkara, lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, jaminan dari Nabi tidak akan sesat dunia dan akhirat selama kita berpegang dengan kitab Allah Al-Quran, kemudian ahli bait, keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perkumpulan kita ini Allah berikan selalu senantiasa taufik hidayah kepada kita, Allah berikan hati yang bersih kepada kita, membuang iri hati kita, dengki kita, dendam kita, hasud kita, dan lain sebagainya daripada kekotoran-kotoran hati, agar kita bisa saling sama-sama mencintai, terutama di antara kita semuanya adalah abnair Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan cinta kita
kita ini Allah berikan pula cinta Allah Subhanahu wa taala, diberikan pula cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah berikan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma kumtu illa limtithalil amr. Saya tidak berdiri kecuali karena menurutkan daripada perintah. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya pribadi, yang benar dan yang hak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Mustafa. Selanjutnya marilah kita dengarkan talqinuz zikir dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Habib Husin bin Abi Bakar bin Syahab, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karama wa majda wa 'azzama Allah ta'ala ashabi rasul ajma'in alaihi nahya namut ala al-ba'th insyaallah ta'ala minal aminin amin amin. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya bazadini bil 'atiyah ya sahib al-bawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya zal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innakat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.